السلام عليكم. المثل بيقول من خاف سلم، وفي مثل تاني بيقول اللي يخاف من العفريت يطلع له، ومثل تالت بيقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، واجه مخاوفك وتغلب عليها. بس ماذا لو كان الحل مش في المواجهه؟ ماذا لو كان الحل في الاستسلام؟ انا جنة عادل ودي سحلة نص الليل. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر جودر المصري مع الشيخ عبد السلام المغربي، ووصيه الاميرين لفتح كنز الملك الشمردي. ريكاب سريع عشان لو نسيتوا: جودر صياد مصري، عبد السلام ساحر مغربي، الاثنين بيحاولوا يوصلوا لكنز الملك الشمردة. كنز الملك الشمردة، لا الصراحه كنز الملك الشمردة ده حوار، لو مش فاكرينه اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. المهم احنا حاليا قاعدين مع جودر ومع الشيخ عبد السلام في الخيمه بتاعتهم جنب نهر غريب في صحراء كده حوالين فاس ومكناس، والاميرين اللي هم كانوا سمكتين بيقولوا لجودر ايه هي رموز الكنز وازاي ممكن يفتحوا. بص يا ابو الجود، هتلاقي قدامك باب فيه حلقتين، حلقه كبيره وحلقه صغيره. تدق على الحلقه الكبيره دقه واحده، وتدق على الحلقه الصغيره 3 دقات. يفتح لك فارس من الجان ومعاه سيف، ويقول لك مين اللي بيخبط على ابواب الكنوز وهو مش عارف حل الرموز؟ قول له انا جودر وانا عارف حل الرموز. يقول لك ان كنت صحيح جودر قدم راسك للسيف وما تخافش. تقدم راسك يا جودر للسيف وما تخافش، السيف عمره ما هيأذيك، لكن خوفك هو اللي ممكن يقتلك فعلا. بمجرد ما يضربك بالسيف هتلاقي السيف عدى من رقبتك زي الهوا، وتلاقي الجن اختفى والرصد بطل، ويظهر لك باب تاني. تفتح الباب التاني تلاقي راجل بحرب، واللي جرى مع الجن ابو سيف هيجرى معاه. تفتح له صدرك وتسيبه يرشق الحربة فيه، والحربة برضه مش هتأذيك. وأول ما يبطل الرصد ويختفي يظهر لك باب تالت فيه جني برضه معاه قوس وسهام. تفتح له صدرك وتسيبه يرمي السهام عليك. يبطل الرصد يظهر لك باب رابع، تفتحه تلاقي أسد. يقول لك إن كنت صحيح جودر قدم راسك. تقدم له راسك وعضته مش هتأذيك، رصده هيبطل. بعدها هتلاقي باب تدق عليه وتقول يا عيسى قول لموسى يفتح. مين عيسى وموسى دول؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. يعني هو اللي فات ده كله منطقي وهي دي اللي حكم معاك تفهمها مين عيسى ومين موسى؟ الواد ده يرجع بلدهم يا جدعان، هيبوظ لنا المهمه. ما تشغلش دماغك يا جودر بالله عليك. يتفتح الباب ده هتلاقي تعبانين، تمد الواحد فيهم دراعك اليمين وتمد للتاني دراعك الشمال وتسيبهم يلدغوك. اي حاجه تلوشك سيبها تلوشك. بمجرد ما يلدغوك لدغتهم مش هتأذيك وهيختفوا ويبطل الرصد ويظهر لك باب اخير. وتركز يا جودر بالله عليك في الباب ده قوي. هتفتح الباب ده هتلاقي امك وهتلاقي سيف متعلق على الحيط. تقول لك جودر ابني حبيبي وحشتني، تقول لها مفيش الكلام ده وتسحب السيف وتقول لها اقلعي هدومك حالا. طبعا فرويد لو سمع الكلام ده هيسقف بايديه ورجليه. اهي يا جماعه عقده اوديب اهي، جبتش انا حاجه من عندي؟ فرويد اتنيل لو سمحت. جودر يا ابني انت مش بيرفرت ولا حاجه، ودي مش امك اصلا، ده هولوجرام. اديك شايف كنز الملك الشمردل اللي يملكه ممكن يخرب الدنيا، فلازم الشخص اللي يوصل للكنز ده يكون عنده ثبات انفعالي كده ويقدر يعمل الصح تحت اي ظروف. اللي هتشوفها في الاوضه دي مش امك، دي مجرد جنيه. تفضل مثبتها بالسيف لحد ما تتجرد من كامل ملابسها، وساعتها بس تظهر لك اوضه الملك الشمردل. تفتح الباب تلاقي الملك الشمردل نايم، الخاتم بتاعه في صباعه والسيف بتاعه متعلق جنبه، ودايره الفلك بتدور حوالين راسه زي القمر المسحور، والمكحله بتاعته على الكومودينو عادي جنب النايت كير روتين. تاخد الحاجه تلاقي نفسك رجعت لعمك الشيخ عبد السلام. فهمت الكلام؟ فهمت الكلام. لا معلش سمعه لنا تاني علشان مش وقت غباء خالص. بيسمع لهم جودر التعليمات مره والتانيه والتالته والرابعه. في الاخر بيطلق الشيخ عبد السلام سراح الاميرين علشان يحضروا اللعبه المميته اللي هتحصل دلوقتي دي، وبيلتفت لجودر وبيقول له بص يا جودر، انا اول ما هبدا تعزيم مش هعرف اوقف خالص. لما اعزم شايف النهر اللي قدامك ده ميته هتنشف وقراره هيبان وهيظهر لك باب الكنز هناك. تنفذ اللي الاميرين قالوا لك عليه وما تخافش. اجمد يا جودر، الكنز ده مكتوب على اسمك ومن حظك ومن نصيبك، اهم حاجه بس انك تنفذ التعليمات. جودر طبعا ركبه بتخبط على الجيران، بس توليت سبق السيف العزم. بيجيب عبد السلام 4 عصيان من العقيق وطبق بيرمي فيه البخور وبيبدا يعزم، فبينشف ماء النهر ويبان قراره ويظهر الباب بتاع الكنز. بيخبط عليه جودر حسب التعليمات، فبيجيله من ورا الباب صوت زي الرعد. مين اللي بيدق على ابواب الكنوز وهو مش عارف حل الرموز؟ انا جودر وانا عارف حل الرموز على فكره. فالجن بيقول له ان كنت صحيح جودر قدم راسك للسيف. بيقدم جودر راسه فبيعدي السيف منها فعلا زي ما الاميرين ما قالوا، وبيبطل الرصد وبيختفي الجني وبيظهر الباب اللي بعده. باب ورا التاني بيعدي جودر من الجني اللي معاه الرمح، ومن الجني اللي معاه السهام، ومن الجني اللي على شكل اسد، ومن الجن اللي على شكل تعابين، وبيوصل لاخر باب قبل باب اوضه الملك الشمردل. بيفتح الباب بيشوف امه. جودر ابني حبيبي وحشتني، انت فين كده يا جودر؟ تغيب عني المده دي كلها وتسيبني في مصر وتسافر مع المغاربه. فجودر بيسحب السيف من على الحيطه ويقول لها بقول لك ايه يا وليه، انت مش امي ولا اعرفك،
اتفضلي اقلعي. يا خبر اسود يا جودر، عايزني اقلع؟ هي دي اخر تربيتي فيك؟ انا عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يطلع لي عيل منحرف زي ده؟ هي دي الام يا جودر؟ هي ده جزائي ان انا ربيتك طول السنين اللي فاتوا؟ وبتشغل البيانولا بتاعت الذنب، فجودر بينسى تعليمات الاميرين وبيروح واخدها في حضنه. امي حبيبتي حقك عليا، انا اسف. وفي لحظه بتتحول ملامحها وبتتقلب جنيه، بتضحك ضحكه شريره تقول له يا تافه يا متخلف، خدوه وبره ابواب الكنوز ارموه، ده عيل مش وش نعمه. وبينزل الضرب على جودر من الهوا، كل حراس الكنز من الجان بيفضلوا يضربوا فيه، وفجاه بيلاقي نفسه مرمي بره ابواب الكنوز، والميه بترجع النهر تاني، والشيخ عبد السلام بيمد ايده يلقطه قبل ما يغرق. خبر ايه يا ابني انت هببت ايه؟ امي يا شيخ عبد السلام ما قدرتش. امك ايه يا ابني؟ ما تخلينيش اشتمك، ما انا قايل لك انها مش امك من الاول. قال له انا هعمل ايه بقى يا شيخ عبد السلام؟ ما انا اتلخبطت، اصل هي تمثيلها مقنع جدا. قال له قوم يا فشل وتعالى ما نشوف هنعمل ايه، وده اللي هنعرفه في السحله الجايه وعلينا خير. المهم خلينا نرجع دلوقتي لسلسله الاختبارات المصممه لحمايه هذا الكنز الخطير. اسمحوا لي اعمل حته شهرزاد كده واقول ان حكايه جودر مع كنز الملك الشمرتل بتفكرني بحاجه كده كنت قريتها في كتاب اسمه Do One Thing Different، كتاب لطيف جدا بالمناسبه. في كتاب Do One Thing Different المؤلف كان بيحكي عن احتفال قديم بيحصل في التبت كل 100 سنه، وبيشارك فيه الرهبان البوذيين اللي عايزين يوصلوا للاستناره، الانلايتمنت، اللي هي زتونه الحكمه، بص غسان مطر. الاحتفال ده كان اسمه اوضه الالف عفريت او The Room of Thousand Demons. دي اوضه عاديه جدا ليها باب للدخول بيتفتح بس من بره، وباب للخروج بيتفتح بس من جوه، والمطلوب من الراهب اللي عايز يوصل للاستناره انه يدخل الاوضه دي من باب الدخول ويخرج منها من باب الخروج. الله، طب ما هي تبدو سهله اهي. لا، ما هي ما اسمهاش اوضه الالف عفريت من قله الاسامي، نظريا المفروض في 1000 عفريت جوه، وفي ناس ما بتخرجش فعلا. الرهبان وهم داخلين الاوضه دي بيتقال لهم نصيحتين. اول نصيحه، مهما شفت جوه ومهما واجهت رجلك ما تقفش لحظه، تفضل تتحرك من ساعه ما تدخل من باب الدخول لحد ما تخرج من باب الخروج لو ليك نصيب تخرج يعني. ودي النصيحه اللي كان المؤلف بيقدمها للقراء، انك مهما شفت في حياتك من مخاطر واهوال ومخاوف كمل ما تقفش. تاني نصيحه، انك ما تصدقش اي حاجه تشوفها جوه الاوضه دي، الاوضه فعلا فاضيه ما فيهاش حاجه، وكل ده من وحي خيالك انت واسوأ مخاوفك انت. البوذيين عامه كانوا ميالين لفكره ان الاشياء في حد ذاتها محايده جدا، هي لا حلوه ولا وحشه، والانسان هو اللي بيسقط عليها المعنى اللي بيختاره. بحب الشتاء، بكره الصيف، بخاف من الكوميتمنت، هي كلها في الاول وفي الاخر حاجات لا حلوه ولا وحشه، موجوده علشان وجودها بيخدم غرض ما مهم لاستمرار الحياه. احنا اللي بنختار نصنفها ونتعامل معاها على اساس هذا التصنيف، فنحبها او نكرهها او نخاف منها. وفي فلسفه البوذيين التصنيف ده نفسه هو سر شقاء الانسان، اننا لو اتعاملنا مع الحاجات من غير ما نصنفها لحلوه او وحش، واستسلمنا ونحط خط تحت فكره استسلمنا دي لفكره انها موجوده عادي وان الموضوع مش شخصي، هنوصل لزتونه الحكمه. وبالمعنى ده تبقى فلسفه البوذيين شبه فلسفه الاميرين في حكايه جودر، انك بدل ما تحاول تجري من الحاجه او تقاومها استسلم لها، وهتكتشف انها في الاخر ما كانتش مخيفه قوي ولا حاجه. انتوا رايكم ايه؟ شايفين الكلام ده معقول؟ قولوا لي في الكومنت. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.